اهلا بيكم وشرفتوني ونورتوني في قناتكم قناة الترددات والاقمار الصناعية والقنوات الجديدة والترددات الجديدة. يلا بينا هنبدأ في موضوعنا النهاردة، واحنا هنتكلم على القناة الناقلة للدوري الاوروبي او للدوريات الاوروبية. موضوع مهم لكل الناس المهتمة بالرياضة، والقناة جودة فوق الخيال، وكمان تردد وإشارة قوية جدا جدا جدا. هنعلمكم ازاي تنزلوها وفين القناة ونتفرج عليها ونشوفها مع بعض. يلا بينا نبدأ. طبعا اول ما هنبدأ لازم يبقى الريموت في ايديك. اول ما تشوف فيديوهاتي هنبدأ هندوس على منيو، من منيو هندوس على تركيب، ولو طلب منك باسورد او كلمة سر هتكتب 4 اصفار او 1 2 3 4. يا ريت تدعمني بلايك، اوعى تنسى. واللي عايز يوصله كل جديد في كل ساعة وكل ثانية وكل دقيقة يشترك في القناة ويفعل الجرس. نبدأ على بركة الله. دوسنا على تركيب، من تركيب هنختار قائمة الأقمار علشان ندخل التردد الجديد. وقبل ده انا في كل فيديو مش هسكت ومش همل من الكلام ده، ان اعلمك لازم الريسيفر بتاعك يبقى مظبوط صح، ولازم تتاكد ان القنوات عندك هتنزل مش بتقطع ومش بتكسر. كل ده ليه؟ لان دايما مشكله ضبط الهوائي. هندوس على ضبط الهوائي نتاكد من كام قيمه، 3 قيم بالظبط. اول حاجه طبعا انت كده على النايل سات. تاني اول حاجه بقى معانا لازم تبقى انت نوع ال ان بي كيو. ال ان بي ساعات يبقى اسمه اللاقط علشان في ناس سالتني احنا ما عندناش ال ان بي، فال ان بي اسمه اللاقط في بعض الاجهزه. فهنا لازم يبقى كيو، مش اي حاجه من الحاجات اللي ظاهره دي، كيو بس. بعد كده تردد ال ان بي او تردد اللاقط لازم يبقى 9750 على 10600، واحيانا يبقى مكتوب يونيفرسال واحيانا يبقى مكتوب عالمي. فانت هتختار واحد من الثلاثه دولت اللي موجود منهم، وده اختيار ما ينفعش تكتبه بايديك. الحاجه الثالثه والمهمه ان ال ان بي طاقه او طاقه اللاقط او الباور او ال 12 فولت ليها اسامي كتير، تبقى فتح مش غلق، فتح مش غلق. كده اطمنا ان احنا الطبق بتاعنا والريسيفر مظبوط صح علشان يستقبل كل القنوات بدون تقطيع بدون مشاكل، بكل حاجه سليمه. هندوس على زرار الاكزit اللي هو الرجوع. هنرجع للقناة للشاشة اللي كنا واقفين عليها اللي هي شاشة التركيب. هندوس بعد كده على قائمة الأقمار على قائمة الترددات عشان نضيف تردد. جات لنا دي، المفروض ان انت هتدوس على الأحمر عشان إضافة. أنا بس هدوس على سات علشان عندي قمر هو زي النايل سات، قمر فاضي انا مسميه نايل 2020، والقمر ده حتى عليه ترددات انا همسحها دلوقتي وهقول له مسح. وكده القمر بقى فاضي معلهوش اي حاجه. اللي عايز يعرف ينزل قمر جديد ازاي ويجرب عليه ويبقى للتجارب، موجود على القناه في برمجه الريسيفر، فيديو اسمه برمجه الريسيفر، اتفرج عليه واتعلم ازاي تضيف قناه. بعد كده انا عايز اضيف تردد، عندي لونه احمر هيبقى اضافه، فهدوس على زرار احمر. فحضرتك هتشوف اللون اللي جنب كلمه اضافه عندك ايه وتدوس عليه. هنا ضفت. هكتب التردد بقى اللي هو 12303 على 27500، الاستقطاب افقي او حرف الاتش، يبقى 12303 على 27500 الاستقطاب افقي او حرف الاتش. هندوس اوكي. التردد نزل لنا هنا زي ما احنا شايفين. هندوس تاني اوكي، هيعمل علامة الصح. بعد كده عايز ابحث عن التردد ده وانزل اللي عليه بالعقل وبالمنطق، يبقى هدور على كلمة بحث. كلمة بحث لونها ازرق، يبقى هدوس على الزرار الازرق اللي على الريموت. برضو ممكن اللون عندك مختلف، هتدوس على نفس اللون اللي جنب الزرار. هنا بيقول لي حفظ البيانات وهيفتح لي شاشة البحث. شاشة البحث بتقول بحث الشبكة، بقول له غلق. انت عايز تختار هيبقى يمين وشمال، بس انا هقول له غلق. نوع القناة هقول له مجانية. بعد كده كل حاجة زي ما هي. كده هنسيب كل حاجة زي ما هي وهنروح دايسين اوكي. هيبدأ البحث ونتفرج على القنوات اللي نازلة ونجيب القناة اللي نتفرج عليها.
جالنا 8 قنوات، 8 قنوات مهمين جدا على فكرة، وكلها حاجات رياضية. هندوس نعم، بيقول لي حفظ النتيجة، نعم، وهنفتح القنوات مع بعض ونشوف شكلها ايه. القنوات اللي جت اهيت، والقناة اللي بتبث الدوريات الأوروبية، وقناة HD وجودة عالية جدا وتردد لا يمكن يقطع، هي ليبيا سبورت 2، ليبيا سبورت 2 HD. ومعاها نزل بالمرة اكسترا نيوز HD، ونزل معاها كمان اون تايم سبورت HD واون تايم سبورت الثلاثة العادية، وفيها سوريا نيوز. فبالتالي ليبيا سبورت HD، ليبيا سبورت 2 HD هي اللي بتجيب الدوري الأوروبي. وزي ما احنا شايفين الجودة عالية وما فيهاش أي تقطيع نهائي، ومن أروع القنوات اللي هتستمتع بيها. يا ريت أكون عملت المطلوب مني، وباقي اللي مطلوب منكم إنك تنزل وتدوس لايك، وانا هشكرك عليه مقدما. واللي عايز يجيله كل جديد يا ريت يشترك القناه ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.